ما هو من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المصطفى ألا تشهد الأمة، أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة، هذه العلامات من آيات العذاب. من رحمة الله بالأمة ألا يشهد الموحدون من أمة المصطفى هذه العلامات، بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا. الله، يبقى خلاص المؤمنون قبضوا جميعا. يبقى ما تستغربش بقى لما اقول لك ان المرحلة دي هي اللي هيهدم فيها البيت الحرام. كده خلاص المسائل بقت واضحة كده. ترعبتنا عن الشيخ في اول حلقة او في تاني حلقة تقول لنا يهدم البيت وتهدم الكعبة، مستحيل. لكن الوقت الصورة وضحت. ما عادش مؤمن، خلاص ما عادش موحد يحج البيت، لا خلاص، لا اصلا انت خلاص على الابواب، العلامة خلاص الساعة هتقوم بعد هذه الاحداث مباشرة. طبعا مش مباشرة بتوقيتنا، الله جل وعلا هو الذي يعلم، لكن خلاص ما عادش فيه شيء في الكون، فيه مرحلة تانية، مرحلة الحياة الآخرة. فيقبض المؤمنون، لا يحج البيت أحد. يبقى هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: يخرب الكعبة ذو السويقتين. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، ايه ده والله العظيم كل ليلة بزداد حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ليلة. مش ممكن، ده النبي وصف المسائل بصورة دقيقة جدا وبصورة واضحة قوي. حتى الرجل اللي هيهدم الكعبة النبي شافه وبيوصفه، وبيوصف لونه وشكله ايه وساقه شكلها ايه. مش ممكن. بيقول يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني رجل له ساقان دقيقتان نحيفتان. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين من الحبشة. رواية ابن عباس في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: كأني به، يا الله كأني به، يعني كأني شايفه صلى الله عليه وسلم. ده موضع ما تصليش فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأني به أسود، يا الله لونه أسود، كأني به أسود أفحج، يا الله ايه الوصف ده؟ أسود. طب خلاص ماشي، عارفين اللون الأسود. أفحج، الأفحج المعروف المتباعد ما بين الساقين، متباعد ما بين الساقين اسمه أفحج. هو ده الرجل، وصف الرجل اللي يهدم الكعبة في هذه المرحلة اللي ما يكونش فيها موحد على وجه الأرض. كأني به أسود أفحج يقلعها، يعني الكعبة حجرا حجرا، حجرا حجرا. في رواية مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم تأتي الحبشة فتخرب البيت تخريبا لا يعمر بعده أبدا. خلاص لا يعمر. فاللي يلحق الآن يستمتع بالبيت يستمتع. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك يا أرحم الراحمين. لا تدري